الله يعين الإعلام على الذكاء الاصطناعي في بروجكت معين انا شغال عليه ما اقدر اقول عنه الحين. التحضيرات للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع هون بأبراج الإمارات بمشاركة عدد كبير من المؤثرين وصناع المحتوى على كافة المنصات، وتغطية حصرية مع فيلينا. تابعونا. في جملة علقت ببالي حكاها معالي اللي هي الله يعين الإعلام على الذكاء الاصطناعي، يعني هاي أكثر جملة علقت ببالي، إنه معه حق. أكيد الذكاء الاصطناعي عم بغير كتير أشياء بموضوع صناعة المحتوى، بموضوع الإعلام بشكل عام، وكتير مهم إنه إحنا نعرف كيف نستخدم هاي الأدوات وكيف نسيطر عليها قبل ما تسيطر على الموضوع. يكون في عندي أول يوم ورشة عن اللي هي تصميم الصوت بصناعة المحتوى. اليوم الوزير محمد القرقاوي أعلن عن أشياء عجيبة أنا ما كنت أعرف عن المؤتمر، اللي هو توجه المؤتمر شنو هالسنة. مثل ما قال إن هالسنة مركزين على المحتوى الهادف أول شيء، ثاني شيء اقتصاد المحتوى نفسه، جاي مع مشروع كامل راح أقدمه إن شاء الله للمستثمرين في أول يوم وثاني يوم إن شاء الله إذا ترشحنا. ففي بروجكت معين أنا شغال عليه ما أقدر أقول عنه الحين، بس وايد متحمس ان هاي راح تكون الخطوه الجايه، خلينا نقول مشوار عيسى في صناعه المحتوى. التفاصيل كلها رائعه، يعني انا دائما بقول نجاح اي حدث او اي شركه او اي مؤسسه هو بتفاصيله، فاللي سمعناه اليوم جدا مبهر. انا في عندي ان شاء الله ورشه عن الاختصاص، انا عقاري صار لي 15 سنه في هالمجال، فعم نتكلم على هل بيقدر الشخص يكون ناجح في مهنته وبنفس الوقت صانع محتوى يكون عنده مصدر دخل منها ولا لا.